تصلي ركعتين طب يا شيخ كنت متجوز. هنقول لك بقى 5 6 نقط مع بعض. بص الجماعه اللي بيكلموا ايه بنات في التليفون المسامين، هل دي ينفع له صيام؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرف البيت اللي صار بيكلمها كويس دي؟ بس. اختك يا غلبان. ما انا من جوه. خليك انت ناصح بقى، خليك انت ناصح. تضحكش على انت والد. رقم اختك. انت بتضحك. ما عندوش شغل. معنى الكلمه ايه؟ مش معنى كده نقول لك يعني مقصد كده ان هي ايه؟ هو لو ماشي وقف. هي اخت، لو هو عنده اخت، لو هو عنده اخت وتفاجئ داخل عليا جاي بيتكلم واحد معايا، خش يا شباب. ولو كان صاحبه وبيقول لي خش معايا صاحبه كده وبيكلم اخته من ورا هيعمل معاه ايه؟ مش هكلمه تاني صح؟ طب انت كده ما ردوش على اختك، ما ردوش على اختك صح؟ طب يا شيخ يعني ما علينا، مش هنقول لك ضرب بقى وبتاع ومشاكل وبتاع، هنقول لك بس حاجه كده ايه بينا يعني. لكن لو تخيل بقى ان انت الموضوع ده حصل معاك انت، طب انت تفضل تعمل مع الناس؟ تحط نفسك في ايه؟ في نفس المكان. زي ما بتقول مش تضر بيتك ولا تضر اخوك ولا امك ولا ما تضرش الاخرين. فده لي اخ وده لي اخت وده لي اخت وده لي اخت، صح ولا لا؟ بس قدامك هلا. فلازم تكون انت انسان صاحب خلق، وانسان تكون انت كويس بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. اظن ما ينفعلوش صيام ده. يرفع قدرك وشانك. ما ينفعلوش صيام مش صح؟ ما ينفعلوش صيام. يعني بالله عليك. طب استنى بقى استنى بص لو بعد العشاء. سواء الصيام ده مش طب انت لو فطرت ده انت عارف بقى انت تتكلم كلام حلو خالص، والله تتكلم كلام حلو. صلى على النبي. الكلام ده كله على احمد عطيه. لا الكلام ده مش على احمد، خش تعالى. الكلام ده علينا كلنا. ايوه والله احنا كلنا مش عليك. انا ممكن نضعف، انا ممكن نضعف والاقي نفسي حد اتكلم معاه وسائل والكلام ده كله. ما تضعف وانا انسان صح ولا لا؟ ودي والشهوه دي غريزه فيك صح ولا لا؟ طب تعالى انت بقى لما تلاقي الدنيا كده معاك تعمل ايه؟ هو الصيام في رمضان ان انا امتنع عن الاكل والشرب بس؟ لا، ده الصيام في رمضان ده الليل والنهار. لو انت فطر بيوم برضه لو انت فطرت يوم كده لا ده انت لو عارف ان الصيام ده فرض عليك وانت غير انك تصوم وتفطر متعمد، ده حاجه كبيره. والله ماني والله ماني على المصحف هو. لا ده حاجه كبيره. انت لو صاحبك بيفطر في رمضان وانت عارف ان هو بيفطر في رمضان ومتعمد، ما تصاحبوش. ما تصاحبوش، تقول له بص بينه وبينك ربنا. هو مين اللي فرض الصيام ده؟ مين اللي فرض الصيام ده؟ انت ولا ربنا؟ النبي ولا انسان؟ ربنا اللي خلقك صح؟ الصيام ده دي فضل من ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ تعرف ان الصيام ده بيفيد جسمك؟ جسمك ده انت بقى لك 11 سنه تاكل وتشرب، جسمك ده بيكون امراض ويكون سرطانات وحاجات انت ما تعرفهاش الفرق بيها. لما تصوم ربنا سبحانه وتعالى بيخلي المعده دي تاكل في بعضها جوه، تضيع عندك جميع امراض ما تتخيلهاش. والله بص جميع امراض ما تتخيلهاش ربنا سبحانه وتعالى يبعدها عنك انت عشان صمت ايه؟ عشان صمت شهر رمضان. وذلك دي طاعه من ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك ان الصيام ده هو الاصل اللي باب لوحده في الجنه. يعني الجنه كم باب؟ كم باب؟ الجنه 7 غلط. لا النار 7. النار 7. النار لها 7 بيبان، لكن الجنه لها 8. ليها ايه؟ 8. في باب من البيبان ده اسمه الريان. اسمه ايه؟ الريان ده هو الصيام. اللي كان بيصوم هو اللي يخش من الباب ده. اللي كان بيصوم هو اللي يخش منين؟ تعرف ان يوم القيامه كده، يوم القيامه عذاب ومش عارف ايه، وناس تانية قاعده تحت عرش ربنا سبحانه وتعالى على مائده الطعام وعمالين ياكلوا ويشربوا. تعذبوا ولا نعمل فينا ايه؟ فينادوا يا رب بيعمل مالهم دول عشان يا رب قاعدين ياكلوا ويشربوا واحنا هنا لا. خليهم يعملوا دايره كويس. هؤلاء كانوا يصومون وانتم تفطرون، كانوا يقومون الليل وانتم نائمون. صح ولا لا؟ يبقى انت ما تضيعش نفسك، ما تضيعش ايه؟ نفسك.